ليلا، يبقى لابد ان يكون لك حال مع قراءة القرآن فين؟ بالليل. وقيل هو وقت فراغ القلب من مشاغل بتاعت الدنيا واقباله على يعني الاستمتاع بلذة قراءة القرآن وجمال القرآن. ماشي يا حبايبي الكرام؟ يبقى عايزين حرمتها النوم ليلا، دي نحققها انا وانتوا السنة دي. يكون لنا مع القرآن على الأقل ساعة قبل النوم، ساعة قبل نومنا نمسك المصحف نقرأ فيها القرآن عشان نفوز بكلمة ايه؟ حرمتها النوم ايه؟ ليلا. وقيل حرمت النوم ليلة ده كان بيجمع بين الصلاة والقرآن، يعني ايه؟ يصلي ويقرأ ليه؟ ويختم القرآن. أحبابي، قال ربيع بن سليمان: كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. ازاي؟ الأثر موجود، هو مش داخل دماغ زي مش داخل دماغك. كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة ما فيها شيء إلا في الصلاة. كمان بإيه؟ بيسجد ويركع كمان، يعني بيصلي. أحباب الكرام، يبقى اتفقنا؟ لا مش اتفق، اتعهدنا ان احنا ان شاء الله هنخلي القرآن ايه؟ ان شاء الله يحرمنا السنة دي النوم ليلا ان شاء الله تعالى. نتعاهد ان شاء الله انا وانتم نخلي لنا حال مع القرآن فنحقق حرمنا النوم ليلا. مش حرمنا حاجة تانية، النوم ان شاء الله هو اللي القرآن اللي هيحرمنا النوم وهيقلل نومنا وهيكون سبب في سهرنا ان شاء الله تعالى، ليحقق الشفاعة ان شاء الله تعالى في يوم يعز فيه الشفيع. حبيبي، الفائدة الرابعة او الخامسة: رمضان من نصيب اصحاب الهمم العالية، نسأل الله يجعلني وياكم منهم. رمضان عايز همة عالية، ماشي يا اخوانا؟ عشان كده كان بعض السلف بيقول ايه: فمن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. اللي له بداية محرقة هيبقى له نهاية ايه؟ ان شاء الله مشرقة. وكلمة بداية محرقة يعني ايه؟ يعني عايزين الساعة عدت يا شيخ رضا ولا لسه؟ الساعة عدت ولا لسه؟ طيب يعني من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية ان شاء الله ايه؟ مشرقة. وحضرتك لازم يكون لك همة. اسمع الكلام الجميل ده بتاع السلف، كان بيقول ايه؟ بيقول كلمة في غاية الجمال. بيقول ايه؟ بيقول: من انتظر ان تواتيه نفسه على فعل الخير عفوا فسينتظر طويلا. تاني اكتبها دي: من انتظر ان تواتيه نفسه، توافقه نفسه على فعل الخير عفوا، يعني كده ايه؟ بالبركة كده. يقول لك ان شاء الله هتبقى بالبركة كده، فسينتظر ايه؟ عمر ده ما يحصل مع النفس، لان ربنا نص على ان النفس دي ايه؟ اماره بالسوء. نفس اماره بالسوء، من ضمن اعدائك هذه النفس. فلا يمكن ان تواتيك على فعل الخير عفوا، مستحيل. لازم تعمل ايه؟ تجاهدها وتقاومها وتعاندها وتاخد بايديها نفسك اللي بين جنبك ديت، ولازم تعلمها ان هي تتعود ان تصبر على طاعة الله كما صبرت كثيرا على ايه؟ معصية الله. قول لها كده: انا سايبك طول السنة صبرة، انت اخر فل على تشوف المباريات وتشوف الافلام والمسلسلات وتشوف تقعد على القهاوي وتعملي وتخلي براحتك خالص طول السنة. يبقى الشهر ده يبقى لا بقى معلش. يبقى حضرتك لابد يكون لك همة عالية في رمضان، همة عالية تسابق بيها كل شيء، تسابق بيها سرعة الزمن، تسابق بيها همة غيرك من أصحاب الهمم القليلة الوضيعة اللي هيبدأوا يشدوا فيك وياخدوا من جهدك. سابقهم. كان بعض السلف بيقول ايه: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فالقاه في نحره، وإذا نافسك في الآخرة فايه؟ فنافس. عايزين بقى نتعلم ده في رمضان، ان احنا فعلا يكون رمضان مضمار المنافسة بيننا في إدراك هذا الخير. فزمن رمضان زمن السباق، إياك أن ترضى بالخسارة والدون. ادخل السباق بنفس المتحدي، عندك تحدي بينك وبين نفسك في طاعة الله. هذه المرة كان أبو مسلم الخولاني، وهذا من كبار السلف من كبار التابعين، يعلق صوتا على جدار بيته، فإن فترت همته في طاعة ربه خد الصوت وقعد يضرب في رجله.
يقول لها قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. شوف الراجل بيعمل ايه، عامل كرباج لرجله، يقول لها لا انت عايزه تريحي وعايزه تنامي لا، يضرب رجله يقول لها قوم والله لأزحفن بك زحفا. أيظن أصحاب محمد عليه السلام أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما. هياخدوا لوحدهم ولا ايه؟ لا. شوف همة الراجل، بيقول لهم الصحابة دول مفكرين هياخدوا النبي لوحدهم؟ لا احنا معاهم. والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يكونوا الكلل منهم لا ايه؟ لا مني. عايزين الهمة دي أحباب الكرام. والنبي عليه السلام يقول ايه؟ لو كان الإيمان عند الثريا، عند النجوم، لتناوله الرجال منين؟ ايوه من فارس. طب بالله عليك دي مش حاجة عجيبة؟ فارس اللي هي الآن منبع الرافضة ومنبع البدع الشنيعة في العقيدة وصب الصحابة وطعن عائشة، كان فيها رجال ايه؟ النبي ضرب بهم مثال في همتهم العالية. لو كان الإيمان عند الثريا عند النجوم لتناوله الرجال منين؟ من فارس. احنا فين انا وانتم احباب الكرام؟ والنبي عليه السلام، وده لازم يستوقفنا انا وانتم، لما رفع الهمة الى اقصاها في شعبان دل ذلك على ايه؟ على انه لن يغنم رمضان الا من كانت همته على اول رمضان ايه؟ في اعلاه. مش انتوا كلكم حافظين وكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من ايه؟ ليه النبي عليه السلام كان بيصوم من شعبان ما لا يصوم من الشهور؟ استعداد رمضان. العلماء بيقولوا ايه؟ ابن رجب بيقول الفائده الاخيره، بيقول ايه؟ ذكر فوائد عظيمه وقال الفائده الاخيره ايه؟ لما كان شعبان مقدما رمضان فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤهل نفسه الى ايه؟ وهو اللي كان انفاسه طاعه، ما كانش زيه وزيك، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اعلى درجات الهمه على طول، ومع ذلك كان بيرفع هذه الهمه او بيلفت نظر الامه ان لابد ترفع همتها في شعبان عشان يفوزوا بايه؟ برمضان. مش كده ولا لا؟ مش احنا عارفين يا جماعه يعني مرارا وتكرارا نقول رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الايه؟ ايوه الحصاد. ومن فاته البذر يوم البذار لم يجني يوم الحصاد الا الخسران والندم. يبقى حضرتك عشان تحصد في رمضان لازم تعلي همتك بالان، لازم تكسر الصيام من الان، لازم تكسر قراءة القرآن من الان. كان بيصوموا شعبان شهر القراء، لكسر قراءة القرآن في استعداد لايه؟ للإمامة في رمضان وما إلى ذلك. يبقى حبيبي لازم نكون لنا همة من الآن في رمضان في شعبان عشان نكون من إيه؟ إذا دخل رمضان نكون إيه؟ ضربنا مثال كده لأنه مثال يعني ما يصحش. اللاعب بتاع الكرة ده بياخدوه من على دكة الاحتياط يدخلوه ينزلوه معه، بيخلوه يعمل إيه؟ مش عايزين يسخنوا ليه؟ عايزين يسخنوا. كان أبو موسى الأشعري لما اقتربت سنه من 60 أخذ يصوم ويقوم حتى صار كالخلة التي يخلل بها الإسنان واصفر لونه واخضر. فقالوا له أرفق بنفسك. قال كلاما جميلا، قال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها ولم يبق من عمري إلا القليل. قول لي رمضان كده، إن الخيل إذا أرسلت في مضمار السباق فقاربت رأس مجراها يعني خط النهاية، عملت إيه؟ نامت ولا عملت إيه؟ رفعت همتها في الجري إلى أعلى الدرجات وإلى أقصى ما عندها. أنا وإنتم إن شاء الله عايزين نكون هذا بإذن الله. قالت امرأة مسروق: ما كان يرى مسروق إلا وساقاه منتفختان، رجليه ورميه من طول الصلاة. فكنت والله لأجلس خلفه أبكي رحمة الله. قاعد تعيط وراه من طول ايه؟ طول الصلاة. أنا بديك مثال ببعض السلف كانت همتهم عامله ازاي من طول الصلاة. أحباب الكرام، آخر حاجة اشترط ربنا سبحانه وتعالى شرطا لنيل الجائزة. ايه الشرط ده؟ اسمع الشرط عشان ما تكونش زي التانيين. الشرط انتبه إليه جيدا:
من صام رمضان، من قام رمضان ويغفر له مع اخر ليله من رمضان. فهمت ايه دلوقتي؟ الشرط ايه؟ الشرط ايه؟ انك تكمل الهمه لغايه ايه؟ ادي الشرط. اشترط نبينا عليه السلام شرطا لنيل الجائزه، الجائزه هتسلم في اخر يوم، ويغفر لهم مع اخر ليله من ايه؟ من رمضان. لان احنا بنرى من صور الان التفلت شيء كلكم شهود عليه. المساجد اول يوم وثاني يوم وثالث يوم قول لغايه اربع ايام منه، 5 ايام منه، وممكن بعض الاماكن 7 منه، مليانه ولا لا؟ لدرجه ما بنعرفش نتوضى، مش لاقي مكان تتوضى. ايه ده؟ الحرم يا اخي، المساجد المسلمين. طب وبعد كده الاسبوع الثاني، طب الثالث، كان بعض السلف، كان بعض اللي بتاع يقول ايه، المعاصرين بقى اللي بيقول ايه، اوله صلاه وصيام، ونصه من ده على ده واخر ده ولا ده. حضراتكم ما خدتوش بالكم ما السر؟ ايه السر اللي خلى دول بسرعه ايه ينصرفوا؟ ايه السر؟ السر ايه؟ انه ما لهمش ايه همه قبل ايه؟ قبل رمضان. دول بدأوا مع رمضان، دول بدأوا مع رمضان، بدأوا مع رمضان، بدأوا مع رمضان. فلما كانوا بدأوا مع رمضان سرعان ما ايه؟ ما قدروش يكملوا، ما قدروش يتحملوا، ما قدروش يكونوا. مش قالوا ايه؟ ان المنبت لارضا قطع ولا ظهرا ايه؟ ابقى. المنبت اللي هو المنقطع، لا ارض قطع ولا ظهر ابقى. موت الحمار من كتر الضرب عشان يمشي، موته، وفي نفس الوقت ما عملش ايه؟ ما قطعش ايه؟ ما مشيش. حبيبي لو انتوا خدتوا بالكم ان السر اللي خلى دول ينصرفوا سريعا وما يقدروش يصبروا على الايام المعدوده دي ويصبروا لغايه اخرها، ان هم ما كانش لهم همه قبل ايه؟ قبل رمضان. فكأن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يلفت نظرنا ان لابد يكون لك همه قبل رمضان عشان خاطر تعمل ايه؟ تعرف تواصل الايه؟ تواصل الشهر لاخر يوم. يبقى ان اوعى تنسى الجايزه هتتسلم في اخر يوم. طب وليله القدر فين؟ فين؟ في العشر الاواخر. فيها برضه اشاره ولا لا؟ مشيت قبلها يبقى كل سنه وانت طيب، خليها في العشر الاواخر. لا وكمان مش كده وبس، واكد ليالي تكون في ليله القدر فين؟ يعني فين؟ في اخر الشهر. اهو انت موجود ادركت الخير، مش موجود وبسرعه روحت بسرعه وعادت ريما لعادتها القديمه بسرعه، يبقى حرمت. يبقى دي الجائزه يا جماعه، الجائزه ستسلم هكذا: من صام رمضان كله، ومن قام رمضان. اوعى يفوت ليله منك بالقيام، اوعى بروحك. شوف بروحك يعني ايه؟ مسافر اقف اي حته صلي عشان تبقى اسمك من قام ايه؟ لان ما قالش من قام بعد رمضان او حاجه من رمضان، يعني صاموا كله، قاموا كله. ماشي يا اخوانا؟ يبقى مهما كانت ظروفك او حصل لك اي ظرف او حصل لك اي طارئ، اوعى تسيب القيام. لو هتصلي وانت قاعد صلي 11 ركعه ان شاء الله بقول هو الله احد، وحقق ايه؟ انك انت ايه؟ ما ضيعتش ايه؟ الليل عشان تبقى اسمك من قام رمضان. احباب الكرام، اوعى تنسى الشرط ده. اختم بكلام جميل لابن القيم وهو بيقول: احذر ان يعاقبك الله عند امرين عظيمين. انا خليته اخر حاجه عشان ما تنساوش. احذر ان يعاقبك الله عند امرين عظيمين. انت فشد الحاجه لهم. الامر الاولاني ان يعاقبك بالتخذيل والتثبيط وحرمان ادراك خير هذا الوقت. بسبب ايه بقى؟ انت ما كانش ليك حال ايه قبل هذا الوقت، واستعديت لهذا الوقت، واستعديت لهذا الشهر قبله. جابها من قول الله تعالى ايه؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالإيه؟ بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذه الآية الأولى. الآية الثانية إيه؟ ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع الإيه؟ مع القاعدين. آيتين هم ابن القيم جابهم قال فيها دليل على إن الذي لا يكون له استعداد لإدراك خير رمضان قبل رمضان
ربما يعاقب بدخول رمضان بالتثبيط والتخزين ومنع ادراك هذا الخير. وده واقع ولا مش واقع؟ اللي لسه قايل لكم عليهم اهو، اللي هم الجماعه اللي بيمشوا بعد ايه؟ بعد 3 4 ايام وبعد اسبوع وبيرجعوا بسرعه، والمساجد بترجع تاني على الاخوه اللي هم كانوا ايه؟ الناس اللي هم كانوا بيصلوا طول السنه. اجزم ان الموضوع بيرسى في قرابه نصف رمضان على نفس الناس اللي كانت بتصلي ايه؟ طول السنه. والجماعه التانيين مشوا ما صبروش. بيقولوا حضرتك الكلام الجميل، بيقولوا صبر العبد صبر موسى عليه السلام في خدمة العبد الصالح 10 سنين ليفوز بواحدة من حور الطين. زوجة مش عارفين نصبر شهر عشان نفوز بالحور العين؟ شهر واحد بالحور العين مش عارفين نصبر شهر؟ موسى عليه السلام قعد يخدم العبد الصالح 10 سنين عشان يفوز بواحدة منين؟ من نساء الدنيا. مش عارفين اهو انتوا نصبر شهر عشان نفوز بايه؟ بالحور العين. احباب الكرام، الموقف الثاني عشان ما تنساهوش، يبقى خدت بالك ان انت ممكن تعاقب بالايه؟ بالتثبيط والتخزين. لو ما كانتش بتصوم قبل رمضان، بتقوم قبل رمضان، بتقرا القران قبل رمضان وتعودت تفتح المصحف، هتصاب بالتخزين، هتتمانع من الخير ده. مش احباب الكرام؟ يبقى ما ننساش ديت عشان خاطر وما تاخدش بالك من الحديث بتاع اذا انتصف شعبان لا تصوموا، ده حديث ضعيف، حديث ضعيف. والترمذي اللي صححه وهو نفسه قال ايه؟ بشرط الا يكون له حاله قبل ايه؟ في النصف الاولاني. يعني لو كان له بس حال مع الصيام في النصف الاولاني يكمل. والجمهور عليه الحديث ايه؟ ضعيف. يبقى صوم ان شاء الله لاخر يوم، الا يوم الشك اذا ما كنتش انت متعود انك انت ايه؟ تصوم اثنين وخميس. احباب الكرام، الموقف الثاني، ربنا قال ايه؟ ونقلب افئدتهم وايه؟ وابصارهم كما لم يؤمنوا به ايه؟ قيل اي ان ياتيك امر الله فترده لانه بيخالف هواك، فتعاقب بان يقلب الله قلبك وبصرك. عقوبه ولا مش عقوبه؟ عقوبه من اعظم العقوبات. يجي لك امر من ربنا تقول ايه؟ بس له مش يعني، طب شويه كده، طب اصل هو مش راكب معايا. راكب معاك ايه؟ هو ربنا يكلف نفسا الا وسعها؟ هو ربنا كلفنا الا بما نستطيع انا وانتم ونقدر عليه انا وانتم، بل ونقدر عليه ايه؟ ازيد منه انا وانتم. يبقى ده موقف تاني ممكن ربنا يعاقبك فيه، والايه واضحه ايه؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا بها ايه؟ اول مره. احذر ان ياتيك امر الله فترد لانه بيخالف ايه؟ يخالف هواك. حبيبي، هل يشك احد في ان التجلد خير من التبلد؟ حد يشك يا جماعه؟ هل يشك احد في ان المنيه خير من الدنيه؟ هل يشك احد في ان من عز بز ومن زرع حصد ومن جد وجد وان الصلاه خير من النوم؟ ده قانون الدنيا، صح كده ولا لا؟ ده قانون انا وانتم حاطينه في الدنيا. هكذا نقول. بتقول لابنك يا ابني من جد وجد، من عز بز، من زرع حصد. مش كده؟ لا، مش احنا بنقول كده لاولادنا كده عشان تحفزه انه يذاكر، تحفزه انه يبقى كويس، تحفزه انه يبقى شاطر، تحفزه انه يبقى يجد في شغله. ليه ما بنعملش ده قانون كمان للاخره؟ ليه عاملينه الدنيا بس؟ احنا عايزين في رمضان نعمله كمان قانون للاخره. نقول لنفسنا من جد وجد، من زرع حصد، من عز بز. ليس الايمان بالتمني وانما ايه؟ من ايه؟ من تحلى به المؤمن وايه؟ واتبعه العمل. ايوه، وتبعه العمل. عايزين نقول نخلي قانون الدنيا ده نخليه قانون الاخره رمضان ده ان شاء الله تعالى، ويكون بدايه انطلاق ليا وليكم لمرضات ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا يكتب لنا هذا الشهر حجه لنا لا علينا، وان شاء الله يكون سبب سبقنا وهو رمضان واحد. فنسال الله ان يجعلني واياكم ممن يحقق هذا الخير وممن يدرك هذا الخير، واهم حاجه يجعلني انا وانتم ممن يستمع القول فيتبع احسنه. نسال الله ان يجعلني واياكم ممن يتبع احسن القول. نسال الله ان ينفعني واياكم بما سمعنا، وان يجعله ان شاء الله في ميزان حسناتنا انا وانتم، وان يجعلني واياكم ممن يدرك رمضان ويعيننا فيه على ذكر وشكر وحسن عبادته. اللهم اجعلنا من اهل رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان.
اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين الموفقين. اللهم وفقنا فيه لطاعتك، وفقنا فيه لمرضاتك. اللهم أعنا فيه على العمل لما تحب وترضاه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.